السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تنطلق من خلال مواجهات هذه الجولة هنا في استاد الخوفرة هذه المواجهة وهذا اللقاء الذي يقيده حكم اللقاء. لذلك يدخل هذا المساء بقائمة ربما منتظرة ومرتقبة من أمام الزعيم، من أمام السيل لأصحاب الأرض والدار. كرة لعبت عالية ورأسية، بعد ذلك مرت إلى خارج غونزاليس، أكرم عفيف، يوسف عبد الرزاق وجيوفاني، وكورة من خلال هذا المساء روبن سيميدو أرسلها. التقدم حاضر لمصلحة الخور. لقى محاولة توغل وبعد ذلك كرة بينية وصلت إلى يجي تصحيح الأوضاع. يا أيمن حسين، هل يأتوا بالثاني؟ وبعد ذلك التغطية. تبدو بأن هذه الليلة لن تكون سهلة وليلة في غاية الصعوبة. وسفيان، الله، لا 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 لا، ليلة ليست بالسهلة، ليلة صعبة 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 صعبة. دقائق، من كان يتوقع هذا السيناريو؟ فريق سفيان الفرسان ينقضون مع بداية اللقاء. لم يكن يتوقع ذلك أكثر المتشائمين. نعم، نقاط ربما تكون حاضرة. 2-0 في ليلة ربما تكون مليئة بالأخراب. عبر الجانب الأيسر عودة وتراجع لعناصر الخور وراسية، الله، توقيت وبراسية أحمد سهيل. 2-1 طارق الزعيم. ايوه كذا، السد في اللقاء. كرة امامية ربما للثاني، هل يتعادل الزعيم؟ خطيرة. 2-2 هكذا كرة وعلى هكذا لقاء. بعد ذلك عائدة، محاولة امامية، اكرم عفيف مباشرة، ولكن سانشيز لا يريح. سانشيز يبدأ بهرب الزعيم من الصدارة التي يتربى عليها تحيل. كرة سداوية، تسديدة بعد ذلك. نحن نقف على أعتابها، بينما هنا يوسف عبد الرزاق 2 كانت قريبة وبعد ذلك مرت الكرة الماضية. شوف المحاولة ويبحث عن تحسين أوضاع مع الجولة العاشرة. يا سفيان، لكن سفيان هاني يلعب الكرة عالية، راسية من يوهان بول. بعد ذلك مرت واتلت إلى خارج أرضية الملعب. صراع كان ما بينه وما بين تمريرة حاضرة في مكان. 1-2 تتعلى يا أكرم ومصطفى طارق. معها ربما كانت هنالك حالة تسلل. صافرة تأتي من حكم اللقاء. أكرم يمرر الكرة، وصل الآن عكسية سداوية. يا الله 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 الله، رومان سايس ياتي بالتعديل. شوفها أكرم وأكسية وكعب يوسف يوسف عبد الرزاق. أي لمسة كعب ورمان. هذه اللقطة لا وجود لتسلل. هذا الكعب الرائع والجميل كما هو أمامك في الصورة. لهذا صراع ما بين روبن وأحمد سهيل. كرة لعبت أخير حتى فوز في مباراة ليلة لا يخرج من المركز الأخير، ولذلك ربما تصعب بعض الشيء في عملية المراقبة. رجلا كرة سداوية، محاولة تمريرة، أكرم تقدم، أكرم سداوية عكسية، كمارا مر تقدم وكرة سيميدو. شوف اللقطة التي طالب فيها الخور إلى جيوفاني ويضع الكرة في الشباك. فيها خطأ على كمارا ولا ما فيها؟ هوش ولا أصابة؟ تساؤلات عدة.
شافها وكل شيء. جول. فكرة ثابتة للسد تتعلق وراسية حر. كمارا بتمريرة سداوية عكسية للمرة الثانية لشباب. تمريرة حاضرة. أكرم يلعب الكرة العكسية وبعد زايم بكرة تلعب الآن حاضرة. الركلات الركنية للسد بنسبة 73% كانت بهكذا ظروف الفرق الكبيرة لطالما ما تملك الحلول. عينك على أكرم عفيف من أجل الثالث. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. يظهر اللعب في لمحة، يظهر الدراية يوسف عبد الرزاق فيها بدأ يضحك لأن قبل كذا الوضع ما كان يخليك تضحك. الوضع قبل وضعها في شباك أحمد بشير. من اعتاد على تسجيل أصعب من ذلك. هذه بهكذا وضعية الخور لا يطمن وفرصة لها. كمارا وأدوار في وسط ذراع السد ما بدأ الشوط اللقاء الثاني يسيطر على الأمور. أكرم من أجل الرابع. راح 4. احتفالية جديدة لهذا النجم الكبير، لنجم لا يكل ولا يمل من تسجيل الأهداف. بها أحمد بشير وجاء بالثاني أكرم يا ناس أمام الخور بانتصار آخر. العربي تحيل إسحاق بن حمد. كرة للسد من أجل الخامس عكسية لكرة يوسف عبد الرزاق. الكثير والكثير من الأهداف في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا وبولي يمر. خالد مسعد غادر عودته وتراجع بعد ذلك كرة عكسية يوسف عبد الله. خروج خاطر. كان من المفترض أن يبعد الكرة على أحد الجانبين إما الأيسر إما الأيمن. 4 أهداف أصبح 30 هدف ليكون الخط الهجومي الأقوى في الدوري. صار له 8 أهداف. هاشم في تعليمات وكرة للخامس 5. لا يجد خوفا في اجتياز السالك. لمسة كريستو يدون. صارت 5 أصبحت 5 مقابل 2 للسد. جبتوا 7 بوسط هذه الحالة الدفاعية للخور وهذه الحالة الهجومية، ولا يتخلى عن ملاحقته وإصراره. 4 نقاط ما بينه وما بين تحيل يصير فارق نقطة. كرة لعبت حاضرة الآن موجودة في الثالثة. كرة الآن من أجل السادس لعبت وبدأ في استاد الثمامة، لكن هنا كرة محمد وعد يوسف عبد الرزاق والرأسية من مين؟ أرسلها لكن أبعدت. أكرم عفيف يبحث عن الهاتريك. مرر كرة لدى الهيدوس. ثنائية ما بين النابي أو بجانب الزعيم السداوي التي قدمها هذا الثنائي أحمد وسيف. قصة التغيير في اللقطة الماضية يوهان بولي وقصة وقوع عبد الصمد بوناصر. جاب الكرة ولا ما جابها؟ لكن عينك على هذا التدخل والإبعاد من عبد